بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هعمل بتنجان مخلل مسلوق. انا عملته معاكم قبل كده بس كنت قليه في الزيت. المرة دي هعمله مسلوق واوريك ازاي بيبقى جميل من جوه ولونه احمر وزي تحسي كده ما شاء الله بيبقى تحفة. وهعمل كمان كبدة بالردة، اوريكي انا بدبلها ازاي وبقليها عادي في الزيت. وكمان معايا هنا دي كمية فلفل كانت عندي في التلاجة، حسيت ان هي بصوا طريت كده وهتبوظ، قلت اعملها هريسة زي الفلفل الاحمر. انا عملته معاكم قبل كده، هوريكم بعمل الفلفل الاخضر ازاي. انا بستخدمه في معظم اكلي زي ما انتوا بتشوفوه في الفيديوهات، فخليكي معايا متنسيش الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنبدأ كده. اول حاجة هحط البتنجان، انا خلاص غسلته، معايا اهي حلة حطيت فيها مية، هحطه يتسلق. ما بحطلوش حاجة خالص، اول ما بيبدأ يغلي بقوم حاطه عليه حبة ملح، بحط البتنجان كله من تحت والفلفل كده من فوق واولع عليه عادي يتسلق، بيبقى طعمه جميل احلى من المقلي وصحي كمان. اولع عليه وارجع لك. تاني حاجة اعملها انضف الفلفل واعمله علشان اشيله في الفريزر. اخر حاجة هبقى ادبل الكبدة، كده كده هي كمية صغيرة لاني انا عاملة اكل تاني بس عندي اولاد يعني طلبوا دي، فانا هعمل لهم يعني طلبهم. هنضف بقى الفلفل بتاعي من البذر، لازم تشيلي منه كل البذر اللي فيه، تبقى الفلفلايه نضيفه كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هنضف بقى كل الكميه وعادي هجيب المفرمه بتاعتي واوريكي افرمه. الفلفل الصراحه الهريسه ما بحطلوش يعني خل ولا ملح ولا حاجه، انا بفرمه كده في الكبه بس وبحطه في علبه وبشيله في الفريزر. مش زي الاحمر يعني، بخليه كده. بستخدمه في حاجات كتيره قوي، بحط منه في القوطه المخلله، بحط منه في تتبيله السمك، بحط منه حته في الكبده ديت. بتدي كده ريحه وهي بتتقلي بتبقى طعمها تحفه وبيطير كمان الزفاره منها. فانا بقى هنضف كده وارجع لك بالشكل ده حبايبي اهو. نضفته كله، هقطع بقى كده عادي بايديا، هاخد حبه حبه عشان الكبه بتاعتي ما تبص عشان هي صغيره. انا قلت اعمله بقى رومي على حراق، انا فاتت كنت عاملاه حراق بس طبعا لقيت الفلفل الرومي ده كمان هيبدا يبوظ، قلت يعني خساره. بسم الله. هضرب بقى وارجع لك اهو كده. شايفين يا حبايبي كده بردك حلو، مش يعني حلو حجم الخرطة كده. هجيب بقى علبة واعبي فيها، احط تاني بعد كده هقلبه بقى عشان يبقى كله زي بعضه، ميبقاش حبة فيهم حراق وحبة لأ. هحطه في العلبة في الطبق دوت واقلبه كويس وبعدين اشيله تاني في العلبة. اهو بالشكل ده كده انا خلصت. هعبيه بقى في علبة تانية، قلبته كده كويس بيبقى جاهز في الفريزر على طول. عايزه تخليلي طماطم تاخدي منه معلقه وتاخدي معلقه توم. الصراحه يعني ينفع، ورمضان ان شاء الله داخل علينا، كل سنه وانتم طيبين، فمش هينفع يعني، مش فيش حاجه بتخسر. احسن ما كنت تسيبيه في التلاجة وكان باظ او رميتيه، حرام طبعا. او كده بالشكل ده. انا بقى هاخد منه حته كده علشان لما اجي اعمل الكبده اوريكي بقى التتبيله اللي بدبل بيها الكبده.
بصوا حبايبي، انا قلت اعملها في العلبه دي عشان استفاد بالفلفل. انا بشرت بصلايه، شايفين ناعمه خالص ازاي، وحطيت كمان نص معلقه توم اهي بالشكل ده، وكمون وملح. بس انا دي التتبيله بتاعت الكبده. وهحط كمان سنه خل صغيره بس كده. دي التتبيله بتاعت الكبده اللي بالرده بتاعتي بالشكل ده كده. هحط كمان شويه كمون. هو الكمون الصراحه احلى حاجه في الكبده المقليه كده. هحطها بقى عشان تلحق تحيق. التوم بقى والبصل والفلفل الاخضر تيجي تقليها كده بتبقى ريحتها تحفه الصراحه. والبتنجان بتاعي لسه بيتسلق، انا حطيت له الملح اهو. هقلب بقى كده بحيث ان كل الكبده تبقى متغلفه، وكل شويه هقلب فيها لغايه لما اجي اقليها. انا مش هقليها دلوقتي، لسه قدامي ساعه كده تكون هي كمان بقت حايقه من التتبيله ديت بالشكل ده. انا بقى هركنها وما اجي اقليها هوريكي انا هقليها ازاي. كده حبايبي شايفين الباذنجان بتاعي اهو استوى ازاي وبقى جميل، والفلفل اهو. هعمل بقى الدقه بتاعته، طبعا توم وفلفل مفروم وبصل، وهحط ملح. مش هكتر في الملح عشان انا عندي التوم بملح والفلفل بملح عشان ما يبقاش حادق. وهعصر عليهم الليمون كده حبايبي. انا نضفته بالشكل ده وفتحته. هحط كده بقى عادي زي اي بتنجان، بس طبعا المسلوق ده بيبقى ليه طعم والمقلي بيبقى ليه طعم، والمتخلل اللي هو يعني اللي بيبقى فيه مخلل من ده بنعمله ني، ولا بيبقى مسلوق ولا مقلي ولا اي حاجة، متخلل كده ني. بس طبعا البتنجانية بتبقى صغننة وبيبقى رفيع، وبتشقيه بردك وتعملي له دقة كده وتقومي عاملاه ببطرمان زي الليمون او اللفت. كل حاجة وليها طعم كده. خلاص انا خلصت. الفلفل بحب اسيبه زي ما هو عشان يبقى ليه ماسكه يعني اهو بالشكل ده. هعصر بقى الليمونه دي هنا، انا سبتها النص ده عشان اعصره على الوش مع شويه ميه كده حبايبي. خلاص البتنجان بتاعنا والفلفل اهو بالشكل ده. شايفين الميه بتاعته واضحه اهي، شايفين لون الميه عامل ازاي. طبعا ريحته حلوه قوي، كله ليمون. انا بقى هغطيه دلوقتي واسيبه اما اقلي الكبده ونختم ان شاء الله. بعد ما نقلي الكبده هنحطه كده، فانتظريني كده حبايبي. بقى انا هقلي الكبده بتاعتي. انا حطيت رده اهو بالشكل ده. طبعا اتاكد ان هي كلها خدت رده كده. واحط هنا خلص بقى الكمية اللي معايا. انا هعملها كلها وبعد كده هقلي مرة واحدة عشان هي ما بتاخدش وقت في القلي.
بالشكل ده. انا كده خلاص هروح بقى البوتاجاز نقليها. معايا اهو الزيت سخن، بسم الله. بصوا الكبده ما بتاخدش وقت. بالشكل ده كده اهو، شايفين لونها كده. نطلع دي كمان، ومجهزه هنا طبق عليه بقدونس بالشكل ده. كده حبايبي خلاص اكل بتاعنا خلص. فيديو النهارده كان خفيف كده وحاجه بسيطه. ادي الكبده اهي، شايفين ما شاء الله لونها جميل ازاي. وادي الهريسه بتاعت الفلفل الاخضر، وادي كمان البتنجان المسلوق المخلل، شايفين شكله عامل ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسيش الاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله ولا اله الا الله. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، انتظروني. لو انت جديده عندي خدي جوله كده في القناه وان شاء الله تعجبك وتنول رضاكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.